الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، بعد طول فراق فتحنا المسجد، فتح الله علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. نحب أن نتكلم في الجمعة الأولى في هذا الدرس حول كيف قضيتم عطلة الصيف، والمفروض ماذا نستفيد من هذه الفرص. نتكلم عن هذا قليلا. أحيانا لابد أن نعود إلى الماضي ونخرج الدروس، وبعد ذلك نستعد للمستقبل. العقل هكذا يأمرنا أن ننظر إلى الماضي، فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبار من الدروس السابقة. فنرجو الله أن يوفقنا لما فيه رضاه. قالوا برايد عزيز پشتیکو دم کادرج ام دوری هفمان جارا کادی ام بجن حمش خدارک مهف دید ام گیشتن هف خدا عز وجل خیر سلامتی خوشی بده متبا. دوی درس خوی عول داد پشتی وی دورکتنا درج دا ام بحثا کوه وان روژه در باسبوی خصوصا ام جراد بجن تعطیل بجن عطله بطلاندن، یعنی روژه ام بجن ارکا چبو ولاتی خو ما چه درس چه عبرت چه فایده جوان تشتهان دید اما بحثاوی بکن. اولا كثير منا سافر الى بلده الذي اتى منه، وبعضنا سافر الى اماكن سياحيه واثريه حتى يرى الدنيا. هكذا نحن نقول نذهب الى المكان الفلاني حتى نرى الدنيا، ولكن علينا ان نعلم بانه من الافضل ان نسافر وان نعود الى بلد الذي نحن اتينا منه حتى نزور الأب والأم وسائر الأقارب، حقهم علينا حتى لا ننساهم. ولكن كثير منا يرى بأنه إذا سافر إلى أهله كأنه تخلف، كأنه يؤذي نفسه، فيقول علي أن أذهب إلى مكان أرقى من المكان الذي أنا أعيش فيه. من هنا يذهب إلى إسبانيا، يذهب إلى بلغاريا، يذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى باريس على أساس حتى يشوف الدنيا، ولكنه لا يرى شيئا في الأكل وفي الشرب. ولكن الأفضل أن نذهب إلى البلد حتى نرى الأقارب والأهل، نقوي صلة الرحم بيننا. تشتي أول أن بيجن قال لك جماعة دفي هافينا هانا ده هركس بجي كده شو قسمك جماعة دچن جيه خريب كده بيجن رابد بيجن جيه توريستكا، جيه توريستا، جيه سياحة جبوني هاران دبي أتشوم تشتي كيفن ديت من نظام جيه غريب ديت ما أواكر من أواكر. هناك ماجي تشون ولاتك جهاتنا آخا بابو كالي خو دي بابي خو خشكو براي خو أقرباي خو زيارتي كرن. ولكن أن في تشتي بيجن عقل إجدان دين جمارا وهاد بجد بي هرن سردانا دي بابي خو خشكو براي خو أقرباي خو بسمامي خو بكن هرن سردانا وان حالو حاطري وان ببرسن صلاة الرحمية خير وبركته. أما قسمك إجماع د سردانا ولات خدا کیمانی کی دینه دوی که از هرم ولات خو هرم باجار خو هرم گنده خو کیمانی اجمرا جما اوروبا از چه هرم وی گنده هانه كانه اوجار کی عسمانه چبیه خدی ولوی عده ندای دایکا چه عسمانه لوی چبیه به شکل هانه کیمانی اجرا هر گنده خو کیمانی کو اجرا هر جمع اقربای خو مع الاسف افجی جاهلتی کما فرمازنه انسان هر لکو هر بر هر دیا انسان باب انسانه اینو سروک دنیا وانه مازن هرم کش دیا وان هی باب وان هی کس کی نابه دی باب متن نابه از کروی دی باب نم چت برابه بروی هوای عیبه کما مازن کو امناچن سردان دیا خو باب خو خشکا خو بره خو اقربای خو ناکن بله گلک جارا اونچن و دبجن نظام وهابو کیمانی ام دبجن اما افجی عیبه کادن گره چت برابه ام هرن سردان اقربای خو بکن. اقرباتی دست دادن نه اقرباتی دست خدا ده خدا هنک انسان اشتراک کری اقرباتونی کاری بیجی تشتکی افی عیبه کامازن که امهرن سردان آوان ناکن گر امهرن سردان آوان بکن. امر آخر كثير منا لو ذهب إلى بلده وإن ذهب يقضي وقته بالأكل والشرب، المطعم الفلاني والفندق الفلاني والحفلة الفلانية ولا أدري أي شيء الفلاني، كأنه لم يأكل في حياته قط. حينما يذهب يأكل. عيب لنا أن نأكل. الإنسان ليس مثل البهائم. البهيمة يأكل أو تأكل حينما تشبع،
تعطيه الذهب كذلك لا تأكل شيئا، أما نحن فنأكل كثيرا. هذا إشارة على تخلفنا العقلية والروحية. نذهب إلى الأهل ولكن نقضي الوقت بالأكل. الإنسان لم يخلق للأكل، لأمر آخر. فعلينا أن نحذر وننصح بعضنا، نقول يا أخي إذا ذهبت إلى بلدك كل ما فيش مشكلة، ولكن لا تكثر من الأكل، لا تجعل أكبر همك الأكل والشرب، فهذا لا يليق بك. تشتكي دي امجوارا بيجن قالك انسان ما وقت چن سردانه دي باب خوشي چن ولاتي خوشي زمان خوب خارنه در باز کن افج عيبا كماز نلو يعني وكا كنت الدنيا ده منان نخوريه دبي ام چون في رستوران دي اوقا خارنه کا خوش بو ام چون في مطعم اوقا خارنه خوش بو ابي لقمتي اوقا ناني خوش بو مبارك تقنا نخوريه تد حياته خدت او خبر سيما تج اوروبا هاتي افج عيبا كبر مازنه براستي ابي تماشي حاله متكن يعني دل خود أنا بمتكرن دبي وي خليل سريع والدنيا نديتي أو قصا خوارن إنسان نجبون خوارنياته في دنيا أنا حيرا خوارن حيوان خوارن مشهورن حيوان قابا كتير بخون تشبك لك هو تخد ساكنه خلاص تزيراج بديش كحيوان نخو أما إنسان مع الأسف جانا مش تعمي دردخن إجا أبياج عيبا كما لازمك هناك عاقل بقرن هرن ولاتي خشي قالك خوارن وبخوارن آقهداري يبن لو ردنا بقوم مدى إنسان فقير هنا إنسان محتاج هنا أبيك برتنا أبيك جلتنا أبيك مالتنا عيبا كفر مازنك هرن الهمبروان بخنوا الله كأنه الدنيا نديت هر جاري هرن دكاني سعير أخو على باق تجي تشتبكن براستي أفجي عيبا كمازنا نلاقي إنسان أما مع الأسف قال لك جماع موهاتكن. من المفروض أيها الإخوة حينما نسافر إلى البلد أن نأخذ معنا أشياء، ليس الأمور المادية، لا أقصد هذا، لا بأس أن تأخذ شيئا نادرا موجود هنا وليس موجود في البلد، هذا لا بأس به، ولكن من المفروض أن نأخذ معنا إن وجد شيء هنا من العلم، من المعرفة، من الأخلاق، من المعاملات، من شيء نحن نستفيد منه في الدين وفي الدنيا، من المفروض أن نأخذ معنا إليهم، لأن التقدم الثقافي والحضاري يحصل هكذا بالأخذ والعطاء، تبادل الثقافات، تبادل الآراء والأفكار والأعمال، هكذا يحصل تقدم. تعطي وتأخذ، تعطي خير ما عندك وتأخذ خير ما عند الناس، هكذا. من المفروض حينما نذهب أن نأخذ معنا ما نعلم من الأمور المفيدة، حتى بعضنا مثلا يشتغل في عمل النظافة، أن يعلم أهل البلد كيف يقوم بالنظافة ويحافظ على صحتهم، لا بأس به، تعطيهم ما تعلم. هذا أمر لا بد أن نعمل حتى يحصل تقدم عندنا في البلد. نعم، نحن نعترف بأن أهل الغرب متقدمون في أمور كثيرة، فعلينا أن نأخذ معنا شيئا من العلم ومن المعرفة ومن الآداب ونعطيهم إياه. هذا العقل يأمرنا، وكذلك يجب علينا أن نعين أهلنا على العلم والمعرفة والتقدم الثقافي والعلمي وكذلك العمراني. تشتكي دين قالوا جماعتي دمو كم تشن ولاتي خو هناك تشت قال خو ببن ولاتي خو تشت دمو كادبم تشي شاش فعمناك نكو ونخوارن جوانا ببن نكو نيان بيجن تشتكي مادي بخراب تشتي مادي زوينا بيجن تشتي مادي نورمال جانا تشتكي غريب لفراهية تشتكي خوشة دقة إنسان دكشينة تدنيري الولاتي تتنات والله تشتكي غريبة خوشة أزببم زرارة يتنى مثال مش بتاع قلمك أو خشكو غريب دي قلمك أو خشكة بيجا والله في قلم الولاتي بتنى جاز في قلم ببن ولاتي خو أبي أزفيرا نابجا ما زرارة بياتنى تشتك لازم ببن علم ببن عقل ببن زانبون ببن معرفتها تشتا ببن إيرو هناك تشكل أوروبا هبن ولاتي ما تنبن تشتي عقلي تشتي تكنيكي تشتي سيستم پر تشتكي خوش اقداما امچون امش قومي خورا بيجن حيرا والله في تشتي الأوروبا واكينو تكرن بني فايدة تدايا خوشي تدايا سلامتي تدايا تشتكي پر خوش امجوانا بيجن هذا دين أمر مت كأنا إنسان شوا پیش داد چن كان بيجن مودرن يعني پیشوکتن في شكليه تشي دنيا دياري تشتي باش تديني شخورا تشتكي باش تدين ملتي مثلا امتاف حياة پیغمبر دزانن نوس صلى الله عليه وسلم ونحرب خندق زانن حرب خندق اباد مدينه احزاب جرات بجن حرب خندق دا پیغمبر سیستم کی جیکی هم و یکی خریب جرات تشتکی يعني سلمان فارسی
سلمان فارسی هات پیغمبر گو ولد حربا دا جارنا ام خندقا چید کن جبون نیاره من کار من در باس ببن علم کیه پیغمبر نگو دوی دار افتشتان الجماعت اولاد تشتکی خوشه بخیر اوی خندقانه مسلمان فلتین چه تشتکی خوشه کو ام هرن ولات خو ام جوارا تشتکی بین حیره ولا ام تشتکی خوش دیتیه جاویا جوارا بیجم بیساره الفرا چون قرصا زمان نرویجی تشتکی المدرسه دادید تشتکی نورمال بود دری وت کرن دری بینای دا لپشتا دری تا تشتکی چه کنه انا جوارا تعریف کن بلکی باش نکه بس دری وت پشتا دری دا سیحب او چه کنه تختاله کستنه دری وت که دری با قاپاق جو دولابه دولابه کی چوب چه کنه 20 سانتی 3 سانتی نه دری دیگرید به دولاب جلی خداویج دری وت کی کس کی تشتکی نادینت پشتاوی دا تشتکی غریب ندیت بو یعنی بالفرادید اچو مالات بالغ دا این که اقربا ما مال چید کن والله مگو تشتکی واکنم الویدی تا پرخوشه دوساون تدی ام بجن علاقه جی اسقی جی جلا یعنی دوساون با بجن گوشه ماشات خم پشتا دری دولاب کی جرا واکنو چکن دری خوت کی به دولاب دری دیگری تیگرتن خودی کت سری وان از انا چمرچی اوان اقربای که از وان ناست کم ایجاد ها مدرن جی کنه چقدر چی خوشی چه کرنه یعنی زیده کرن پرتشتکی خوشه اویاجی گرال جمع بدم ام چون ولات خو ام عقلك جوانا ببن بجن حيرة والله الأوروبا مديته في تشتي باش كنا تشتي باش ام جوانا بجن برا ولات مجي هيك تكنيكا وان كي علم وان زانبونا وان بيج ظهرت أمر آخر أيها الإخوة كذلك حينما نذهب إلى البلد علينا أن نقارن بين البلد الذي أتينا منه وبلد الذي نحن نعيش فيه أين الخلل عندنا وعندهم في أي بلد هناك تقدم وفي أي بلد هناك تأخر التقدم ليس نقصد به التقدم المادي ليس هذا فقط الأخلاقي والإيماني والمعرفة وكذلك العمران أي شيء نحن نحتاج إليه نأخذ التقدم الموجود هنا إلى البلد ونأتي بالتقدم الموجود في البلد إلى هنا هكذا يحصل تبادل الثقافات وربما نستفيد ونفيد أهل البلد الذي نحن نعيش فيه المفروض أن نعمل هكذا وكذلك إذا رجعنا إلى البلد ننظر إلى أهلنا وأقاربنا ماذا ينقصهم لماذا متخلفون هكذا ماذا حصل لنا هم بشر وهؤلاء بشر لماذا هؤلاء أصبحوا متقدمين عندهم رفاهية عندهم حياة جيد نعم من ناحية الإيمان لا يوجد شيء ولكن لماذا يعيشون بالأمن والسلام ولماذا نحن لا نعيش أين الخلل عندنا ماذا يمكن أن نعمل حتى نعيش في الأمن وفي السلام نحن كل يوم نسمع في معظم البلاد الإسلامية حصل انفجار في أحد المساجد يوم الجمعة أليس كذلك لماذا يحصل هكذا علينا أن نتكلم نسمع ونقول لهم يا أخي لماذا أنت تفجر نفسك في أهل المسجد لو فجر أحد نفسه في أماكن أخرى في أماكن اللعب واللهو ربما قلنا عنده فتوى ربما وإن كان خطأ ولكن يا أخي أنت باسم الإسلام تقتل الذي يصلي في المسجد كيف يمكننا أن نفهم أو نبين ونشرح هذا لا ندري فعلينا أن نفكر بهذا الأمر وكذلك نناقش ونتكلم ونقول أين الخلل ولماذا أنتم هكذا لعل الله عز وجل يفتح على يدينا وعلى يديهم إن شاء الله تشتكي دني قالوا جماعتي دما كم چون بجار خولاتي خو ام بي تشتدا فكرن حيرا ولاتي مد هينكي تشتدا پیش دا چيه هينكي تشتاداش پاش فمايه دولتي ام لدجينجي اوجي قالك تشتدا پیش دا چونه قالك تشتاداش پارانه ام ناخوازن بحثا تكنولوجي بحثا پرا بحثا آوائي وانتاني بكن ابي عيبش مرا ام قرا بحثا هر تشتي بكن بحث اخلاق بكن بحث ايمان بكن بحث علاقه انسانيتي وجيرانتي وبراتي دوستايي بكن وبحث اكونوميش بكن ابوريش بكن بحث تكنولوجيش بكن حياه كم كتاب ناب هفدايه تشتيك وانا بيج دا چونه مهرج ولات خراب بيشن تشتيك عيب الفراهل ولات ما بن بيجن الحمد لله ولات ما دفرتا چقا بيج دا چيه دفردا ولات ما شاء الله البيج دا چيه مثلا ولات ما بسلمان ام چقاسا فقير بنجي ام چقاسا باشفكتي بنجي براتي كما هي اقرباتي كما هي دوستانيه ما هي ام دسي خدرجه هفتكن اريكاري الحمد لله بيا قالك الجمع هي ام في تشتهانه بدينن كم هاتن فران بج وای چقا كيماني كما زن فر هي ولات ما چقا سان فقير بج هيجا دين و ايمان ما هينكي هي صدي ساتن عليه هيجا هينكي هي يعني
دبرد جنبش الحمد لله دمك هرتش نبره يعني بفقيريت نابي كافر كبونا كافر قال ولات ما تبونا كافر وبمانا اما نبونا كافر ياجي بزنگيني مرب بونا صحابه وملائكه قرا اوروبي تبونا ملائكه يكجي نبي ملائكه دمكي نب بپرا مرض به اهل ایمان نه فقیری مرض به کافر ایجا کارو خبات کادی امجولات اخرى بين حيره والله ما فان تشتي باش لاوروبا ديت و امجولات اخرى بين والله فاناج كيماني وانا من اول جماعتنا الحمد لله اگهدار من دقت بكم را دين و ايمان و اخلاق و كيماني ضعيفي كي نكبيك تشتكي ديت خازم جوارا بيجم كو قالك ام شكايات كن دماغ ام چنتين دبي حيرة إنسانتي نماية أقرباي ما وكا بري نن نظام چه نن راسته وانا تف راستن ولكن تيسانا راسته چه مانا راسته دنيا پیش داد چه حيرة اوجه پیش داد چونه ام تيني دي سالا جاره كي ام چن ولاد ام بجن از دي سالا كچم گره عائلة من شنا خو سكناندي به عائلة دا پیش داد چه حيرة اوجه پیش داد چن او جماج تيگو هرتن اوجه خراد بن اوجه باشت بن وزانه تقسيمات راتشي عداد سياره عداد وزانه ابي تقسيمه هي تادي تقسيم مرد كيف كي تشخبره واتش جميره اما وقتك امتني ام دقرن اب بجن برالفراب سكناندي بي ناس سكن رحيده اواجد شي كيلومتر ماجي خباتت كي ام بجن كيلومتر وان سكناندي بي كيلومتر وان ناس سكنه ادفدا كيمانيا ما هي يعني كو املي بونه امج وكم بيزاب چونه امج بلكي خراب بونه ایجاش خوا غریب و عجب نبینن دما کونچن اون گرماتیا 3 سال بری 4 سال بری 2 سال بری ندینن عجب نبینن نبیشن گرماتی نما اوج خوا پیش داشونه فقیرا اوجی هین تنبونه و بونه راستی کیه بصالای ام دروای ولاتن اقربای ما هین تنبونه مبونه یعنی امانتنا نه بلکی بره ما باب ما گاوا اوجی بمرن کس کی دی مناس ناکه ابي راستی که بری هوای بفي سبب عاجز نبن اقربای ما دی مناس ناکه نورماله ام جيدي والناس ناكن شان حبج ما زاروكي ما براي ما بسمام ما ناس نزاروكي ما جوان ناس ناكن يعني ابيا كيماني كما تبايا افنا ناس كرنا وان ياجي صاربونا وان بجن صاربونا يعني افتنبونا جرماي برا بس سبب كو ام كيماني كادي بكن ام نچن هرن سردانا ولات خو بكن وبلكي فايده كما بيجي وان فايده كمادي فايده كمعنوي فايده كاخلاقي ام بهبرا پیش دارن خدا عز وجل موانتا پیش دارن سلامت دين الدنيا بدما ان شاء الله نرجو الله عز وجل ان يوفقنا جميعا وان يجعل افتتاح المسجد مرة اخرى افتتاح خير وبركة وسنعود الى دروسنا سابقة ان شاء الله كما بدأنا دروس فقهية ودروس عقائدية ان شاء الله فتح الله علينا وعليكم جميعا اجمعين بارك الله فيكم